حياكم الله واهلا وسهلا بكم. الشيء الغريب في دوري السنه هذه 2026 ان ثلاث انديه تتنافس على الدوري، الهلال، النصر، الاهلي. عاده الدوري في كل سنه التنافس يكون بين ناديين، السنه هذه ثلاثه والنقاط متقاربه والتنافس قوي جدا، يعني الكل يرغب في تحقيق الدوري ويحرم المنافس. الهلال يتمنى تحقيق الدوري ويحرم النصر والحكم المحلي من المنافسه. الاهلي يتمنى تحقيق الدوري ويحرم الهلال والنصر من المنافسه. الحظوظ متقاربة بين الأندية وسعيد الحظ يعني هو اللي بيحققها. جمهور النصر وإدارة ولاعبين النصر تتمنى تحقيق لقب الدوري اللي غاب عن النادي سنوات، وكل جهد إدارة النصر والتعاقدات مع اللاعبين والمدرب جسس كلها تنصب على لقب بطولة الدوري. حظوظ النصر قوية لأنه هو المتصدر جدول الترتيب، وفي حال فوزه في جميع المباريات بيحقق اللقب، لكن هذا صعب على النصر لأن عنده مباريات قوية يعني بختام الدوري مع الهلال والأهلي، ومشارك في آسيا 2 عنده ضغط مباريات. يعني الحقيقة الزمن عودنا على تعاسة حظ النصر والنحس اللي يطارد النصر في كل سنة. كل سنة النحس يباغت النصر بأشكال مختلفة، والسنة هذه ممكن أن النحس بيكون في المدرب جسس، يعني خطة جسس المتهورة في الدفاع المتقدم اللي نكب فيها الهلال السنة الماضية، ويوم كان يدرب الهلال وخسر الهلال الدوري والآسيوية بخطة الدفاع المتقدم. فمتوقع بنسبة 100% جيسوس ما راح يغير خطته، وهي مكشوفة عند كل الفرق. خطة الدفاع المتقدم هي خطة انتحارية، يعني يا تفوز يا تنهزم بنتيجة ثقيلة، فممكن جيسوس يعني ينكب النصر فيها ويخسر النقاط ويخسر الصدارة. طبعا أكيد بيقلب عليها الجمهور النصراوي وينتهي الحلم النصراوي تحقيق لقب الدوري. الأهلي فرط في الدوري بعد الهزيمة مباراة القادسية، كان متقدم 2-0 وقلبها عليه القادسية، يعني هذه أتوقع هذه كانت أهم مباراة في الدوري للأهلي، خسرها 3-2 من القادسية وخسر النقاط. تراجع الأهلي للترتيب الثالث في الدوري وأضعف حظوظه في الدوري، يعني صار ينتظر تعثر منافسيه الهلال والنصر، والأهلي بعد عنده ضغط في جدول الدوري ومشارك في النخبة الآسيوية. يعني ممكن الأهلي هذه السنة يعني يخسر كل شيء، لا دوري ولا كاس، يكفي عليه بطولة السوبر اللي حققها بعد ما اعتذر الهلال من المشاركة فيها. صحيح الهلال عنده ضغط في جدول الدوري مع بطولة النخبة الآسيوية، لكن مستحيل نهائيا يفكر الهلال بالتفريط بالدوري، والهلال حظوظه أفضل من الأهلي والنصر لأن ما عنده إلا مباراة واحدة فيها صعوبة قدام النصر، وباقي المباريات مع أندية الوسط. وإذا استمر الهلال بمطاردة النصر على الصدارة وفاز عليه في المواجهة بينهم، أكيد 100% بينتزع الصدارة من النصر ويسهل على الهلال تحقيق لقب الدوري. وشكرا لكم.